السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات تعلم الالمانيه من الصفر. والنهارده ان شاء الله هيكون الدرس الرابع اللي هنتكلم فيه عن الوقت والتواريخ في اللغه الالمانيه. الدرس اللي فات اتكلمنا عن الارقام، وطبعا هيكون درس مهم جدا لدرس النهارده. فاللي لسه ما عرفش الارقام في الالمانيه وما شافش الفيديو اللي فات ممكن الاول يروح يتفرج على الفيديو اللي فات ويرجع يتفرج على الفيديو ده. ويلا بينا نبدا بدرس النهارده. وكالعاده عملت برنامج لدرس النهارده خصوصا للوقت والتواريخ باللغه الالمانيه. فدرس النهارده الدرس الرابع اللي هنتكلم فيه عن الوقت، الايام، الاشهر والتواريخ. ونبدأ بأول حاجة وهو الوقت والساعات. وفي الجزء دوت هنعرف ازاي نسأل عن الوقت وازاي نجيب اللغة الألمانية بشكل صحيح. ده الوقت دلوقتي، وممكن بس تسمعوا في الأول كده علشان تتعقدوا شوية، وبعدين علشان تقارنوا كده في بداية الدرس انتوا ما كنتوش فاهمين مثلا، وبعدين في آخر الدرس إن شاء الله يكون الموضوع بسيط بالنسبة لكم. فخلينا نسمع كده بسرعة. Es ist 19 Uhr und 10 Minuten. Es ist 19 Uhr und 10 Minuten. Es ist 19 Uhr und 10 Minuten، يعني الساعة دلوقتي 19 و10 دقايق. طبعا زي ما قلت لكم درس الأرقام اللي هو الدرس اللي فات مهم جدا في درس النهاردة، لأن احنا هنتكلم عن كل حاجة هنا بالأرقام. نبدأ نشوف الأول ازاي الواحد ممكن يسأل عن الساعة. فأكتر طريقة الناس بتسأل بيها في ألمانيا عن الساعة هي wie spät ist es، wie اللي هو كيف، وبعدين spät عندنا كلمة spät اللي هو متأخر، وبعدين ist es تكون هي. احنا عندنا في اللغة العربية هو أو هي. في اللغة الألمانية عندنا بنقول إير أو زي اللي هو إير، واللي هي بنستخدم زي، وبعدين اس اللي هو نيوترال، حاجة كده ملهاش جنس، لا مذكر ولا أنثى، حاجة كده محايدة، لا هي بنقول عليها ذكر ولا أنثى. فهنا عندنا في شبيت استس اللي هي بشكل عام كم الساعة. ممكن نسمعها من الكمبيوتر بتتقال ازاي. Wie spät ist es? Wie spät ist es? في شبيت استس. وبعدين عندنا هنا الإجابة مثلا اسست دغاي أوا. اسست اللي هي تكون، وبعدين دغاي هو رقم 3 اللي اتعلمناه في الدرس اللي فات، وأور اللي هي الساعة. فبكل بساطة الساعة تكون 3. نسمعها من الكمبيوتر. Es ist 3 Uhr. Es ist 3 Uhr. Es ist 3 Uhr. وبعدين عندنا هنا تعتبر أول قاعدة Es ist halb 4. Es ist halb 4 يعني هي تكون halb، كلمة halb اللي هي نص، وبعدين فيها رقم 4. فاحنا عندنا في اللغة العربية مثلا بنقول الساعة 3 ونص مفهومة، اللي هي الساعة 3 و30 دقيقة. في اللغة الألمانية بنقول halb 4 اللي هي نص الأربعة، أو فاضل نص ساعة على الأربعة. فده معناها إن احنا بنقول 3 ونص halb 4 اللي هي نص الأربعة. Es ist halb 4. Es ist halb 4. Es ist halb 4 اللي هي الساعة 3 ونص. بعدين عندنا الربع، ده برضو هنا تعتبر قاعدة. Es ist Viertel nach 3 واللي هي بمعنى الساعة تكون 3 وربع. Es ist زي ما هي ما اتغيرتش، وبعدين Viertel اللي هي الربع، nach 3 اللي هو بعد التلاتة. فزي ما بنقول 3 وربع نقول Viertel nach 3 يعني ربع بعد التلاتة. لو عايزين نقول 5 وربع نقول Viertel nach 5. فده عشان نقول 3 وربع بنستخدم نخ هنا. فيرتل نخ يعني بعد. ولو عايزين نقول العكس اللي هو مثلا 4 إلا ربع، 3 إلا ربع أو كده، بنقول es ist Viertel vor 4. Es ist Viertel vor 4. ففور اللي هي قبل، نخ اللي هو بعد. فهنا الترجمة الحرفية بتاعتها هي تكون ربع قبل الأربعة. هي تكون ربع قبل الأربعة. نقدر نسمع الكمبيوتر هيقولها ازاي. Es ist Viertel vor 4. Es ist Viertel vor 4. نيجي بعدين es ist 5 nach 3. Es ist 5 nach 3. لو عايزين نقول الساعة 3 و5 دقايق، أو حتى لو هنقول مثلا 3 و10 دقايق، هنقول es ist 5 nach 3، 5 بعد التلاتة اللي هي 3 و5 دقايق. لو عايزين نقول 10 هنقول es ist 10 nach 3 اللي هي الساعة 3 و10. فنسمع برضو الكمبيوتر هنا. Es ist 5 nach 3. Es ist 5 nach 3. Es ist 5 nach 3 اللي هي الساعة 3 و5. طبعا لسه هنشوف أمثلة تانية كتير قدام، ولكن كده زي ما تقولوا عرفتوا القاعدة الأساسية بتاعة الوقت. ازاي نسأل عن الوقت باستخدام wie spät ist es، وبعدين ازاي نقول الوقت اللي هو es ist، وبعدين نقول الساعة 3 Uhr 5 Uhr 10 Uhr أو كده. لسه هنشوف قدام شوية قوانين، ولكن خلونا ندخل على الجزء الجاي واللي هو بيتكلم عن أيام الأسبوع. هنا عندنا أيام الأسبوع وشوية أمثلة عنهم. أيام الأسبوع طبعا مهمين جدا إن احنا نعرفهم. عندنا يوم الاثنين مونتاج، يوم الثلاث دينستاج، يوم الأربع ميدفوخ، الخميس دونرستاج، الجمعة فرايتاج، السبت زامستاج، الأحد زونتاج. ترجمة يوم باللغة الألمانية هي تاج، اللي هي موجودة بعد كل جزء كده، مونتاج
دينستاج مش موجودة بس في الميدفوخ، ولكن كل الأيام فيها تاج في الآخر، وكلمة تاج هي ترجمة يوم. فاحنا عندنا نسمعهم دلوقتي من الكمبيوتر. Montag, Montag, Dienstag, Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag, Freitag, Freitag, Samstag, Samstag, وبعدين زونتاج، Sonntag, Sonntag, وبعدين زونتاج. Sonntag, Sonntag. بس وبعدين في شوية أمثلة كده للجمل مستخدمين فيها الأيام. فممكن نشوف جملة يوم الاثنين أذهب للعمل. Am Montag gehe ich zur Arbeit. برضه هناخد القاعدة ديت إن احنا مع الأيام بنستخدم am Montag يوم الاثنين. gehe ich أذهب أنا zur Arbeit للعمل إلى العمل. فهنسمع كمبيوتر. Am Montag gehe ich zur Arbeit. Am Montag gehe ich zur Arbeit. Dienstag ist mein Feiertag. يوم الثلاث هو يوم أجازتي. Dienstag اللي هو يوم الثلاث ist يكون mein Feiertag. mein اللي هو حاجة تخصني، mein حاجة ليا أنا. mein Feiertag Feier اللي هو أجازة، Feiertag يوم الأجازة. mein Feiertag اللي هو يوم أجازتي. Dienstag ist mein Feiertag. Dienstag ist mein Feiertag. تمام. وبعدين عندنا wir treffen uns am Freitag. wir treffen uns am Freitag. احنا هنقابل نفسنا يوم الجمعة. wir اللي هو نحن، وبعدين treffen نزور أو نقابل، uns اللي هو نحن برضو. ترجمتها الحرفية غريبة شوية، واللي هي احنا هنقابل نفسنا يوم الجمعة. wir treffen uns احنا هنقابل نفسنا am Freitag اللي هو يوم الجمعة. Wir treffen uns am Freitag. Wir treffen uns am Freitag. وبعدين آخر جملة عندنا Samstag und Sonntag sind Wochenende. السبت والأحد هما عطلة نهاية الأسبوع. Samstag يوم السبت und Sonntag und اللي هو Sonntag يوم الأحد sind هما الاثنين يكونوا عطلة نهاية الأسبوع. Wochenende am Wochenende. Wochenende اللي هو عطلة نهاية الأسبوع. Samstag und Sonntag sind Wochenende. Samstag und Sonntag sind Wochenende. تمام كده. ففي الجزء دوت المفروض نحفظ أيام الأسبوع، وفي شوية كلمات تقدروا تحفظوها برضو من الجمل اللي احنا استخدمناها هنا. نيجي بعدين للأشهر والفصول بتاعة السنة. الأشهر عندنا قريبة جدا من الإنجليزي، ولكن النطق مختلف في كلمات كتيرة منهم، ولكن اللي عارفهم بالإنجليزي هيكونوا سهلين جدا لأنهم قريبين جدا في الألماني. فنبدأ الأول بأشهر السنة. يناير اللي هو يناير، بعدين فبراير فبراير، وبعدين مارس بتتقال مارس، وبعدين شهر أبريل بنقول عليه أبريل، بعدين مايو بنقول عليه ماي، يونيو يوني، يوليو يولي، أغسطس بنقول عليه أغسطس، شهر سبتمبر بنقول عليه سبتمبر، وبعدين أكتوبر بنقول عليه أكتوبر، وبعدين شهر نوفمبر بنقول عليه نوفمبر، وبعدين ديسمبر آخر حاجة بنقول عليه ديسمبر. فكده ممكن نسمعهم بسرعة من الكمبيوتر. Januar, Januar, Februar, Februar, März, März, April, April. حاولوا تنطقوا مع الصوت علشان تعودوا لسانكم على طريقة الكلام باللغة الألمانية. Mai, Mai, Juni, Juni, Juli, Juli, August, August, September, September, Oktober, Oktober, November, November, Dezember, Dezember. وآخر حاجة ديسمبر. وبعدين نروح لفصول السنة. الربيع بنقول عليه فغولينج، الصيف بنقول عليه زوما، الخريف بنقول عليه هيربست، وبعدين الشتاء بنقول عليها فينتر. فنسمع فصول السنة كده برضو من الكمبيوتر. Frühling, Frühling, Sommer, Sommer, Herbst, Herbst, Winter, Winter. وبعدين نشوف شوية أمثلة للجمل كده بنستخدم فيها أشهر السنة والفصول. Im Januar ist es kalt. Im Januar في يناير، في شهر يناير يعني. ist es تكون هي، زي ما قلنا es هنا اللي هو ولا هو ولا هي، حاجة للمحايد. Im Januar ist es kalt.
يكون الجو بارد. Im Januar ist es kalt. Im Januar ist es kalt. وبعدين der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. يعني الصيف حر. كلمة heiß يعني حر، kalt يعني بارد. وبعدين عندنا جملة im Herbst fallen die Blätter، يعني في الخريف تتساقط الأوراق. im Herbst اللي هو الخريف، بعدين fallen تتساقط، فعل يتساقط، وبعدين die Blätter اللي هي أوراق الشجر يعني. Im Herbst fallen die Blätter. Im Herbst fallen die Blätter. وبعدين wir fahren im Juli in den Urlaub. wir اللي هي نحن، وبعدين fahren اللي هو يقود السيارة، يقود أيا يكن. fahren im Juli اللي هي شهر يوليو، in den Urlaub اللي هي أجازة. فمعنى الجملة إن احنا هنروح في أجازة في شهر يوليو. Wir fahren im Juli in den Urlaub. Wir fahren im Juli in den Urlaub. كده يعتبر خلصنا الأشهر والفصول، وطبعا الحاجات دي المفروض تتحفظ. نيجي بعدين للتواريخ، ان احنا نقول ايه تاريخ النهارده، او حتى زي ما خدنا برضو شويه في الدرس اللي فات، في الدرس اللي هو بتاع التعريف عن النفس، ان ازاي اقول يوم ميلادي يوم كام بالظبط. فهنا بالنسبه للتواريخ نقدر هنا نكتب التاريخ اللي احنا عايزينه، وبعدين بنعرضه بالشكل اللي انتم شايفينه تحت هنا بالالماني. فممكن كده نشوف مع نفسنا التاريخ اللي فوق دوت ازاي بيتقال تحت هنا بالالماني. زي ما انتم شايفين الكلام تحسوه ملعبك، والكلام الالماني تحسوه ملعبك، ولكن في الحقيقه هو عباره عن كلمات لازقه في بعض، كذا كلمه احنا عارفينهم ولازقين كلهم في بعض، فبتشوفوا الكلمه ملعبكه كده وتحسوها صعبه، ولكن هي في الحقيقه كلمه سهله. فعندنا هنا der 15 اللي هو رقم 15، وبعدين التي والاي بنحطهم في الاخر. يعني بنيجي مثلا في اللغه الانجليزيه بنقول 15 مايو، بنقول 15th of May. 15th of May، فاللي هي 15 كلمه 15 اللي هي رقم 15، وبعدين بنحط في الاخر كده تي والاتش. هي نفس الفكره كده التي والاي اللي بنحطها هنا في اللغه الالمانيه. ف 15 اخدناها في الارقام المره اللي فاتت اللي هو رقم 15. 15 علشان هنتكلم عن تاريخ فبنحط التي اي، وبعدين يناير اللي هو شهر يناير، وبعدين ازاي نقول 2023 اخدناها برضو في الدرس اللي فات. تقدروا تقسموها 2 اللي هو رقم 2، 2000 اللي هو 1000، فهنا عندنا 2000 2000 اللي هو 2000، بعدين 23 اللي هو 3 و20 اللي هو 20. فكل اللخبطه دي اللي هي 2023 اللي هو 2023 زي برضو ما بنقولها في اللغه العربيه 2023. فزي ما انتم شايفين لو الواحد عارف الارقام الموضوع ده هيكون سهل بالنسبه له، وطبعا لو برضو يعرف اسم الشهر يناير. هنا ممكن نختار كده تاريخ عشوائي، فخلونا هنا ناخد 2024 وبعدين شهر يوليو يوم 18. فازاي بتتقال der 18. Juli 2024. der 18 18 وبعدين نحط في الاخر تي اي عشان التاريخ، بعدين يولي 2024. خلينا نسمع الكمبيوتر يقولها ازاي. Der 18. Juli 2024. der 18. Juli 2024. فنيجي بعدين تحت لشوية جمل بنستخدمها لما نيجي نسأل عن التاريخ أو كده. فأول سؤال welches Datum haben wir heute؟ welches Datum haben wir heute؟ أي تاريخ، welches اللي هو أي، Datum تاريخ، فأي تاريخ، haben يملك، وvia اللي هو نحن، heute اليوم. أي تاريخ هو تاريخ اليوم، يعني أي تاريخ نملك اليوم، أو أي تاريخ هو النهاردة يعني. فنقدر نسمعها من الكمبيوتر. Welches Datum haben wir heute? Welches Datum haben wir heute? Welches Datum haben wir heute؟ بعدين عندنا الجملة التانية لما نكون عايزين نرد على السؤال ممكن نقول heute ist der 15. Januar. heute ist النهاردة يكون der 15. Januar 15 يناير. نسمع الكمبيوتر بيقولها ازاي برضو. Heute ist der 15. Januar. Heute ist der 15. Januar. تمام، فاحنا كده عرفنا ازاي نسأل عن التاريخ وازاي نجاوب على التاريخ. وبعدين هنا الجزء بتاع تاريخ الميلاد اللي احنا اخدناه من درسين، كان في الدرس اللي هو الثاني لما ازاي نعرف عن نفسنا. فنقدر نقول mein Geburtstag ist am 3. Mai. am 3. هنا الموضوع مختلف شويه، وهناخد القانون ده قدام، ان هنا مع رقم 3 بنستخدم 3 بدل 3 بنقول 3 Mai. فمع
mein Geburtstag mein حاجة أنا أملكها، وبعدين mein Geburtstag يعني تاريخ ميلادي أنا ist am 3. Mai هيكون يوم أو يكون يوم 3 مايو. Mein Geburtstag ist am 3. Mai. Mein Geburtstag ist am 3. Mai. بعدين هنا عندنا wir haben am تعرف رقم 24 وهنا برضو ما بنقولش تي اي بس بنقول 20 بدل ما بنقول 20 اللي هو صعب اصلا تتقال بنقولها 20 اللي هو 20 اللي هو رقم 20 بس بدل 20 بنقول 20 علشان بنحط هنا التاريخ. Wir haben am 24. Dezember frei. عندنا اجازة يوم 24 ديسمبر. يلا نسمع الكمبيوتر بيقولها ازاي. Wir haben am 24. Dezember frei. Wir haben am 24. Dezember frei. تمام جدا. نيجي بعدين لشوية جمل بنستخدمها للوقت. عرفنا ازاي بنسأل عن الوقت وكده، ولكن مثلا عايز اقول الوقت متأخر او الموضوع ده هياخد منك وقت قد ايه، الجمل اللي هي ليها علاقة بالوقت. فهنا عندنا شوية جمل شائعة الناس بتستخدمها كتير علشان نسأل عن حاجات ليها علاقة بالوقت. أول حاجة wie lange dauert es. wie اللي هو كيف، lange الطول، wie lange dauert es. dauert يعني يستغرق، وإس زي ما قلنا اللي هو ولا هي حاجة محايدة. فكم من الوقت سيستغرق. wie lange dauert es. هنحتاج وقت قد ايه في الحاجة ديت. Wie lange dauert es? Wie lange dauert es? wie lange dauert es. فدي بنسأل لما نكون حد بيعمل حاجة فأقول له الموضوع ده هياخد منك وقت قد ايه، بتصلح العربية بتاعتك wie lange dauert es. الموضوع هياخد قد ايه علشان العربية تتصلح مثلا. بعدين للرد على الموضوع ده ممكن نجاوب زي كده es dauert 2 Stunden. es dauert هي تستغرق ساعتين، 2 اللي هو رقم 2 وبعدين Stunden اللي هي ساعة، Stunde ساعة واحدة، Stunden اللي هو الجمع بتاع ساعة. ف es dauert 2 Stunden يعني الموضوع هياخد ساعتين. Es dauert 2 Stunden. Es dauert 2 Stunden. بعدين عندنا wann beginnt der Film. wann beginnt der Film. wann متى beginnt من فعل beginnen، هناخد تصريف الأفعال في درس جاي إن شاء الله. wann beginnt der Film. الفيلم هيبدأ إمتى؟ متى يبدأ الفيلم؟ Wann beginnt der Film? Wann beginnt der Film? بعدين في سؤال تاني هنا wie viel Uhr treffen wir uns. wie viel Uhr treffen wir uns. أخدنا treffen wir uns قبل كده اللي هو أخدناه في أول درس النهاردة اللي هو treffen wir uns يعني إمتى هنقابل نفسنا، إمتى هنتقابل يعني. wie viel Uhr دي كده جملة بتيجي مع بعض. wie viel Uhr يعني في أي ساعة، treffen wir uns في أي ساعة هنتقابل. Wie viel Uhr treffen wir uns? Wie viel Uhr treffen wir uns? وبعدين ich bin pünktlich 10 Uhr da. ich bin pünktlich 10 Uhr da. ich bin يعني أنا أكون، pünktlich يعني دقيق من دقة، أنا أكون pünktlich يعني دقيق 10 Uhr da. وأخدنا برضو da المرة اللي فاتت وقلنا إن أنا لو عايز أقول ich bin da يعني أنا أكون هناك في المكان اللي احنا اتفقنا عليه مثلا ich bin da. ich bin pünktlich 10 Uhr da يعني أنا أكون بالظبط موجود هناك الساعة 10. Ich bin pünktlich 10 Uhr da. Ich bin pünktlich 10 Uhr da. تمام. بعدين آخر حاجة es ist schon spät. es ist schon spät هي تكون برضو المحايد ولكن خلينا نقول هي تكون schon spät يعني بالفعل الوقت متأخر. es ist هنا تعود على الوقت. Es ist schon spät. Es ist schon spät. زي ما انتم شايفين الجمل ديت جميلة لأن بتشوفوا الكلمات اللي هي ليها علاقة بالوقت ازاي الواحد بيستخدمها في جمل. فهنا مع كل درس المفروض بتطلعوا بكلمات جديدة. يعني هنا اتعلمت مثلا لانجة داورت اللي هو يستغرق، لانجة يعني طول، شتوندن يعني ساعات. حلو جدا انك تاخدوا الكلمات من جمل زي كده. نيجي بعدين للقواعد اللي احنا اخدناها النهارده، يعني الحاجات اللي احنا اتعلمناها النهارده ناخدها بشكل قواعد ونشوف ايه القواعد ورا الحاجات اللي احنا اتعلمناها النهارده. نيجي عند القواعد النحوية للوقت والتواريخ. فأول حاجة عندنا قواعد التوقيت. في الألمانية في طريقتين للتعبير عن الوقت. في طريقة رسمية اللي أنا شايفها أسهل، اللي هو لو الواحد يعرف الأرقام هتبقى سهلة جدا إنه يعرف الطريقة الرسمية. فهنا لو عايزين نتكلم عن الوقت، لو عايزين نقول الجملة ديت بالصيغة الرسمية هنقولها es ist 14 und 30. 14 und 30
دي الطريقة الرسمية اللي هو احنا بنقول الرقم دوت بيتقال ازاي. und الرقم التاني اللي هي الدقايق، دي طريقة رسمية في ان ازاي نقول الوقت. الطريقة الغير رسمية اللي احنا اخدناها في اول الدرس النهاردة، لو انا عايز اقول الوقت دوت بالطريقة الغير رسمية هقولها es ist halb drei. زي ما قلنا ان احنا بنقول 2:30 بنقولها نص الى التلاتة. كلمة halb تعني نصف وتشير الى النصف ساعة قبل الساعة التالية. تمام؟ فدي القاعدة اللي هي بتاعت الوقت. نيجي بعدين لحروف الجر اللي احنا بنستخدمها مع التواريخ. حروف الجر عندنا بنستخدمها مع ايام الاسبوع والاعياد. زي عندنا مونتاج، مونتاج يوم الاثنين بنستخدم معاه عايز اقول يوم الثلاث دينستاج. وبعدين عندنا فوخننده، ده بيعتبر زي الاعياد، فوخننده اللي هو في نهاية الاسبوع، فوخننده. وبنستخدم مع الاشهر والفصول. لو عايز اقول شهر يناير يانوار، لو عايز اقول مثلا شهر مايو ماي. وكمان مع الفصول زوما في الصيف، زوما فينتا برضو بنستخدم واخر حاجة بنستخدمها مع الوقت، 10 Uhr في الساعة 10 10 Uhr. فحروف الجر اللي بتستخدم مع الايام والوقت مختلفة، لازم نعرفهم برضو علشان نبني جملة صحيحة. نيجي بعدين للأعداد الترتيبية. فكرة زي ما قلنا كده اللي هي لما نيجي نقول تاريخ يوم 15 في الشهر، يوم 15 يناير أو كده، إزاي بنقول الكلام ده؟ تستخدم الأعداد الترتيبية للتحدث عن التواريخ. تتشكل الأعداد الترتيبية بإضافة نهايات مختلفة. بنحط TA للأعداد من 1 ل 19. برضو مبدئيا عندنا هنا في قاعدة مختلفة للرقم الأول. احنا عندنا رقم 1 بنقول 1، بس احنا بنقول der erste الأول من شهر يناير مثلا، der erste Januar. تمام؟ فerste هنا اللي هي أول الشهر مثلا. وبعدين عندنا برضو der vierte رقم 4 وبعدين نحط بعدها TA اللي هي الأعداد الترتيبية. der vierte Januar اللي هو الرابع من شهر يناير. وبعدين عندنا STA للأعداد من 20 فما فوق. der 20. زي ما أخذنا كده في الأول. وهنا في شوية أمثلة. der 15. Januar der 15. Januar der 1. Mai der 1. Mai. ملاحظة هنا في استثناءات زي برضو رقم 3 بنقول dritte. احنا في رقم 3 اللي هو دغاي بتتقال dritte der dritte مش دغايته. وعندنا برضو رقم 7 der 7. رقم 7 اللي هو 7 بتبقى der 7. فدي شوية استثناءات موجودة. واخر حاجة طرح الأسئلة عن الوقت. في طرق اللي احنا أخدناها في الأمثلة اللي فاتت ولكن نشوفهم هنا بسرعة. wie spät ist es أخدناها اللي هو كم الساعة، ودي أكتر طريقة الناس بتستخدمها وأكتر جملة الناس بتستخدمها علشان تسأل عن الوقت سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية. wie spät ist es. وبعدين الطريقة الأكتر رسمية wie viel Uhr ist es. wie viel Uhr ist es كم الساعة برضو ولكن بالطريقة الرسمية. وآخر حاجة hast du die Uhrzeit. دي طريقة الناس ما بتستعملهاش كتير أو قلنا الناس ما بتستعملهاش كتير ولكن حلوة برضو تعرفوها، إنك هل تعرف الوقت. دي طريقة غير رسمية. وعند الإجابة بنستخدم es ist زي ما خدنا برضو قبل كده. es ist 5:12 الساعة 12 إلا 5 يعني 5 دقايق على الساعة 12. فكده يعتبر خلصنا الدرس. ممكن ناخد شوية تدريبات وأمثلة علشان نثبت المعلومة إن شاء الله في دماغنا. هنا إزاي نقول الساعة 3:30 باللغة الألمانية. إزاي نقول الساعة 3:30. قلنا الساعة 3:30 بنقول نص الأربعة اللي هو es ist 3:30. ما معنى المونتاج؟ تاج قلنا اللي هو يوم، فأنهي يوم هو المونتاج؟ يوم الأحد، الجمعة، الاثنين، الثلاث. المونتاج اللي هو يوم. ازاي نقول أكتوبر باللغة الألمانية؟ الموضوع ده سهل، فهي أكتوبر. ازاي نسأل ايه التاريخ النهاردة باللغة الألمانية؟ فازاي نسأل عن تاريخ اليوم؟ welches Datum haben wir heute؟ أي تاريخ نمتلك أو نملك نحن اليوم. ازاي نقول عيد ميلادي في 3 مايو باللغة الألمانية؟ فهو هنا الفكرة انه حاطط رقم 3 فالمفروض نستخدم رقم 3، فالإجابة الصحيحة هي دي. تمام. ممكن نشوف شوية حاجات بسرعة كده إضافية. هنا ممكن ناخد مثل بسرعة. Es ist 1:30. es ist 1:30 نص الاثنين.
نشوف مثل تاني. Es ist Viertel vor 12. Es ist Viertel vor 12. فاضل ربع ساعة على الساعة 12. Es ist Viertel vor 6. Es ist Viertel vor 6. فاضل ربع ساعة على الساعة 6. الحاجة المهمة برضو اللي ممكن نشوفها هنا وهي تعبيرات الوقت. عندنا am Morgen اللي هو في الصباح. am Morgen. Am Morgen. Am Morgen. am Nachmittag اللي هو بعد الظهر. am Nachmittag. Am Nachmittag. Am Nachmittag. وبعدين عندنا am Abend اللي هو في المساء. am Abend. Am Abend. Am Abend. واخر حاجة عندنا لو اخدتوا هنا بالكم من حرف الجر اللي قبليها، هنا الحاجة الوحيدة المختلفة Nacht. in der Nacht في الليل. in der Nacht. In der Nacht. In der Nacht. وبعدين عندنا diese Woche. diese Woche اللي هو هذا الأسبوع. Diese Woche. Diese Woche. وعندنا nächste Woche. nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche. وبعدين عندنا letzten Monat اللي هو الشهر الماضي. Letzten Monat. Letzten Monat. فبرضه دي جمل وتعبيرات مهمة لازم نعرفها. letzten اللي هو ماضي. diese اللي هو اللي احنا فيه حاليا. diese. وبعدين next اللي هو القادم. في لعبة بسيطة كده ان احنا نحاول نجاوب ونعرف ايه الوقت ده، فحاولوا تجاوبوا كده مع نفسكم. Viertel vor 6. فاضل ربع ساعة على الساعة 6. Es ist halb 8. فاضل نص على الساعة 8. Es ist Viertel nach 11. يعني ربع بعد 11. فهي المفروض أول واحدة. ناخد آخر حاجة وديت المفروض بسيطة. Es ist 11 Uhr. الساعة 11. نيجي بعدين عند جزء تاني للتواريخ. احنا قلنا erste اللي هو الأول أخدناها. بعدين عندنا الثاني اللي هو zweite من zwei اللي هو رقم 2. zweite اللي هو التاني. بعدين dritte قلنا دوت مختلف. رقم 3 اللي هو drei. لما نكون عايزين نقول التالت بنقول dritte. 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 Zweite. Zweite. Erste. Erste. وبعدين عندنا heute أخدناها خلاص اللي هي heute اللي هو النهاردة. Heute. Heute. morgen اللي هو بكرة. ممكن نقول am Morgen اللي هو في الصباح. Morgen. Morgen. وبعدين gestern اللي هو أمس امبارح. gestern. 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 وهنا المختلف عن اللي شفناه ان هنا بس أداة التعريف للفصول بتكون كلها der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. فكل الفصول بنستخدم معاها der كأداة تعريف. وممكن بس نيجي بسرعة المحادثة بين اتنين بيتكلموا عن ترتيب موعد، فممكن نسمع المحادثة كده بسرعة وبعدين إن شاء الله نقفل على كده درس النهاردة. Haben Sie am Montag Zeit؟ هل عندك وقت يوم الاثنين؟ Haben Sie بصيغة الاحترام. هل عندك am Montag Zeit؟ am Montag زي ما قلنا يوم الاثنين وبنستخدم معاها am كحرف جر. Zeit اللي هو وقت. هل عندك وقت يوم الاثنين؟ Haben Sie am Montag Zeit? تمام. بعدين رد عليه قال له nein يعني لأ. Am Montag habe ich keine Zeit. Am Montag يوم الاثنين habe ich عندي أنا keine يعني ما عنديش. keine يعني لأ أداة نفي. keine Zeit ما عنديش وقت. aber ولكن am Dienstag geht es. aber لكن am Dienstag يوم الثلاث geht es يعني تمشي يعني ماشية معايا يوم الثلاث يعني ينفع معايا يوم الثلاث. خلينا نسمع الجملة اللي بتتقال ازاي. Nein, am Montag habe ich keine Zeit, aber am Dienstag geht es. تمام. بعدين رد عليه قال له um wie viel Uhr يعني الساعة كام بالظبط. um wie viel Uhr. Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? فرد عليه قال له um 2 Uhr nachmittags. am 2 Uhr يعني في تمام الساعة الثانية. nachmittags الكلمة اللي أخدناها nachmittag اللي هي بعد الظهر. Um 2 Uhr nachmittags? Um 2 Uhr nachmittags? تمام. نيجي بسرعة للاختبار. ما هو يوم الأربعاء باللغة الألمانية؟ يوم الأربعاء في الألماني هو الميتفوخ. إزاي نقول الساعة 2:30؟ الساعة 2:30 فقلنا هنا بنقول نص التلاتة. Es ist halb 3. إيه معنى heute باللغة العربية؟ heute يعني اليوم. قلنا أمس يعني gestern. غدا
اللي هو موجن، الأسبوع يعني فوخر، فاليوم اللي هو هويتا. ازاي نكتب شهر مارس باللغة الألمانية؟ مارتس اللي هو شهر مارس، دي الإجابة الصح. وبكده نكون خلصنا الدرس النهاردة عن الوقت والتواريخ في الألمانية. أحب أفكركم تشتركوا على قناة الديسكورد، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت الفيديو. على خط الديسكورد ممكن تسألوا عن أي حاجة عندكم، وبرضه على الجروب هتلاقوا ناس تانية بتتعلم اللغة الألمانية، تقدروا تذاكروا مع بعض أو تشجعوا بعض، أو لو حد عنده أي سؤال ممكن أي حد من الناس التانية اللي بتتعلم يساعدوكم ويجاوبوا عليكم. وغير كده أي حاجة مهمة في الدروس اللي احنا بناخدها هنا بشاركها برضه على جروب الديسكورد، فإن شاء الله جروب هيكون مفيد بالنسبة لكم. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني.